السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لاباس عليكم بخير؟ يعني نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. عواشركم مبروك، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اذا غنكمل معكم البنات وسمحوا لي بزاف على التعطيله، غنكمل معكم بقيه ديال لا كوموند ديالي. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غنشارك معكم فيه البريوات ديال اللوز اللي درت هنا. كيف ما كتشوفوا بالنسبه اللي متبعين معايا راه فيديو من الاول، يعني من الفيديو ديال السوف. هذا راه اللوز اللي كنت نقيت نهار اللي صايبت، يعني التحضيرات ديال السوف. نقيت اللوز هنا ديالي، طلّعت فيها هكا الغلية، غير الماء سخون حتى كطلع فيه الغلية، من بعد كنقيه خليته ينشف واحد شوية ودزت صافي باش كنطحنو عقدة. بالنسبة للوز أنا كنفضّل صراحة، بالنسبة للعقدة ديال البريوات كنفضّل أنني ندير شوية نقليه والباقي كنخليه عقدة. صافي هنا من بعد ما طحنتو كندير معاه البنات، كندير كلشي في الهشوار. هاد الطريقة تتجي غزالة تخلي داك اللوز كامل يجيك معلّك. من بعد بطبيعة الحال غنخدمو بيديا. هنا كيف ما كتشوفوا درت تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة. بالنسبة للزبدة كنديرو الزبدة من طبيعة الحال مزيانة ديال الماكلة. كندير غير معلقة كبيرة ديال ما زهر، وللتعليكة غادي ندير البنات واحد المعلقة كبيرة ديال الكونفيتير كيحمقني فيه. اللي ما بغاتش ديرها وبغات دير الكليكوز ممكن ديرها. ودرت راس معلقة ديال النسكه الحره، غير واحد شويه ديال القرفه. بالنسبه للقرفه كنحاول ما نكثرهاش باش ما تغطيش على داك المذاق ديال اللوز. يعني كنعرفوا اللوز يعني المذاق ديالو تيكون زوين، ما لا داعي باش نبقاو نكثروا عليه. يعني المذاقات خصنا يبقى المذاق ديالو باين. وبالنسبه للمزهره البنات كنبقى نضيف شوي شوي وانا كنقلب. هنا كيف ما كتشوفوا في الاول درت معلقه واحده، ودابا كنعاود ندير المعلقه الثانيه. وبالنسبه للحلاوه البنات، راه فاش كنت كنطحن اللوز في الاول عقده راني درت معاه سنيده. انا ما كنكثرش صراحه بالنسبه للعقده، ما كنكثرش لها الحلاوه، لان مازال تبعهم مازال التعسل باقي غادي يجيو حلوين. تقريبا واحد 3 حتى 4 المعالق في نص كيلو ديال اللوز. يعني حاولوا ما تكثروش الحلاوه باش ما يجيكمش دوك، ما يجوش دوك بريوات ديالكم يعني غالب عليهم الحلاوه بزاف. صافي هنا غنقلب كلشي هكا في هاد البول هذا ديالي، وغنحاول نخدمو بيديا باش حتى ديك العقده حتى الا باقا شي حاجه ما تخلطاتش نخلطها. وفي نفس الوقت خاص ديك العقده ديالي تتعلك، يعني خاصها تجيني معلكه. وفي حاله ما الا خدمتوا العقده ديالكم مشتوها طلقات لكم الزيته البنات، ما تخافوش غتزيدوا لها غير واحد شويه ديال المزهر وانتم كتعاودوا تخدموا فيها. صافي هنا كنخدم وكنخلط وكنشوف. بالنسبه للعقده ديالي جات غزاله البنات، يعني صراحه جربوا انكم مثلا عندك نص كيلو ديال اللوز، غادي تاخدي تقريبا واحد 500 اولا 450 غرام ديريها كل عقده. وديك اللي غتبقى لك ديك 100 ولا 150 ديريها هي اللي قليها. كتجي خطيره البنات هاد العقده، كتجي زوينه، كتلعبي بها كيف ما بغيتي. والوقت اللي كتشدي العقده هكا وكديها بين يديك وما كتقطع لك ما والو، تما كتعرفي بان العقده ديالك صافي راها واجده، ممكن تخدمي بها اللي بغيتي، سوا بريوات سوا في محنشات سوا اللي بغيتي انت تعمري بهم. هنا كيف ما كتشوفوا اختكم دارت المسطره وكنعبر علاش. السيده طلبات ليا البريوات بغاتهم يكونوا صغارين، وحتى انا صراحه كنديرهم صغار، ولكن باش ما نزقل حتى وحده ونجيبهم كلهم قياس واحد كندير هكا. يعني المسطره وانا كنعبر درت فيهم غير 4 سنتيم باش كيجيو صغيورين، وجاو صراحه مليحين وزوينين. يعني بالنسبه لاي حاجه حلوه كنفضل انها تكون صغيره، وخلاص المملحات راه هما اللي كيبغيو شويه يجيو كبار. صافي هنا بعد ما طراسيت هكا دوك الاشرطه ديالي كاملين يعني وخديتهم بنفس العبر، كندوز كنقطعهم هكا تيجي هكا الخدمه كتجيك مقاده ومفينيه وزوينه، ماشي تجيك وحده كبيره وحده صغيره. وبالاخص البنات ملي كتكون شي حاجه كوموند مازال كانت ديال دارك ماشي مشكل، كيف ما درتي لها هي هذيك. ولكن الا غتعطي الكوموند لواحد السيده من الاحسن تعطيها داك الشيء يكون متيول ومقاد. صافي هنا من بعد ما قاديت الاشرطه ديالي كاملين قاديتهم هكا وكناخذ ديك العقده. هنا البنات انا ما بقاش ليا الوقت، يعني كيف ما عرفتي هنا راه تقريبا شي، اش غنقول لكم، شي 11 الليل وانا كنخدم. هادو كانوا اخر حاجه درتها هما البريوات. يعني صافي وصلت للعيا ديالي الصراحه. كناخذ العقده كناخذها هكا بين يدي كيف ما كتشوفوا غير كنعبر. بالنسبه للوزن درت ما بين 6 و7 غرام، يعني ما فتش فيها 7 غرام. وتقريبا الهزه اللي كنهز هي هذيك، يعني ما احتاجيت لا نكورها لا والو. العقده تبارك الله يعني مخدومه زوينه، يعني هي كتلعبي بها كيف ما بغيتي. الوقيته اللي كنحط هكا يعني كندير هكا واحد 6 ولا 7 الاشرطه على حسب القياس اللي انا غنخدم بهم. صافي وكنبدا نلوي البريوات ديالي وانا كنلوي وانا كنقاد العقده وكنقاده باش دوك الجوانب ولا دوك القنيتات ديالنا ديال البريوه ما خاصهمش يكونوا خاويين. يعني هنا باش كتجيكم بريوه ديالكم زوينه ومفينيه، حاولي انت كتجمعي وكتلوي فيها وانت كتقاديها باش كتجي كلها عامره. صافي كنقاد هذيك الحشوه ديالي وانا كنلوي. وضروري ملي نكونوا كنلويو هكا ديك الشريط ما نخرجوش على ديك، ما نخرجوش على هذا المستطيل ديالنا. يعني فهمتوني يا بنات؟ يعني ما نخرجها لا هنا لا هنا، نمشي نيشان مع ديك الشريط ديالي
باش كتجيني بريوه مقاده ومفينيه وهي هذيك. صافي كنبقى مستمره بحال هكا حتى غنكملهم كاملين بنفس الطريقه البنات، انا كنجمع وانا كنقاد. وفي الوقيته اللي نتوما كتلويو الا حسيتي سبحان الله جاتك ديك الحشوه كثيره، حيدي نقصي منها وقاديها. المهم راه ماشي الحشوه الا كانت كثيره غيجيوك بريوات زوينين، بالعكس راه الا كثرتي الحشوه في البريوات ديالك راه ما كيجيوش زوينين. ديروا القياس البنات، ما يكونوش دوك بريوات اللي خاويين وفي نفس الوقت ماشي ديك البريوه عاوتاني اللي كتكون عامرين. يعني انا كان فيما كنشوفها الا بات ليا شويه كثيره راني كنقصها. صافي وكنبقى مستمرة بحال هكا حتى غنكملهم كاملين. أنا هنا راه غير مع التصوير يعني وقفت فوق البوطاجي حتى صورت لكم هاد شوية، ومن بعد البنات راه دارت كرسي وجلست. كيف ما كتشوفوا راه يومين ديال الخدمة ما شاء الله. راه الحمد لله منين كملت لا كوموند في يعني كملتها في الوقيته وعطيتها للسيدة والله العظيم. اللي كيف ما قلت لكم راه السبت قديت والحد صبحت على التنقية وحمرت اللي غيتحمر، الصفوف جمعته الحد ونهار الاثنين خيطت شباكية على يد الشباك، واليوم الثلاث هذا التنين اللي كنصايب فيه البريوات البنات الاثنين بالليل. يعني الاثنين بالليل كملت هكا البريوات، ضليت بالنهار في الشباكيه وبالليل حيدت عليا البريوات، والصباح غير الصباح ديال الثلاث صافي صبحت في القلي والطياب ديالي ما جا فين تكون العشيه. حتى كنت الحمد لله كملت هكا الشغل ديالي كامل صافي وعطيته للسيده. الحمد لله الانسان ملي كتكملي الشغل ديالك صافي عاد كترتاحي. هنا خديت داك البيض ديال البيض ديالي اللي عندي صافي وكندهنو هكا في ديك الورقه وغنجمع. بغيتو ديروا غير الطحين والماء ديريه، انا غير كان عندي هكا البيض البيض قلت ما كاينلاش اللهم نستغلو، ما كاينلاش ندير ديك الخلطه ديال الطحين. المره الاغلبيه كندير الخلطه ديال الطحين والماء. صافي هنا كنحاول هكا نجمع ديك البريوه ديالي وكنفينيها. وحاولوا هكا تهزوها البنات في يديكم وانت ملي كتهزيها راه كتقلبي وكتشوفي. هنا الا لاحظتوا كنحاول ندخل داك الشريط لداخل ديال البريوه وصافي وكنقادها هكا من يدي، يعني بحال كنورك على واحد شويه كنفخها. ومن بعد كنحيد دوك الاثار ديال الصبعان ديالي من الجناب ديال البريوه. صافي هنا كنحاول هكا نجمعها وكنقادها. حاولوا البريوه ديالكم كيف ما قلت لكم ملي تجيكم مقاده وزوينه، يعني ملي كتهزيها تتبان لك يعني ديك البريوه صافي هي هذيك، يعني ما خارجه لا من هنا لا من هنا لا عوجه لا والو. وهي راه سبحان الله ملي كتهزها في يديك هي كتقول لك شنو خاصني، هي كتقول لك قاديني من هنا ولا من هنا. اختي انت يعني غير كتهزيها في يديك كتعرفي ديك البريوه شنو منين خاصك تقاديها، يعني كتبان لك شنو العيب اولا شنو هو الديفو اللي غادي يكون فيها. بالنسبه للبريوات البنات انا صيبتهم هكا في الليل وخليتهم حتى الصباح. يعني من الأحسن أنا كنفضّل يعني تخلّيهم يباتوا، ما عندكش الوقت تخلّيهم غير واحد 2 سوايع أولا 3 حتى كتنشف مزيان ديك الورقة يعني وكيكرموا مزيان. ديك الساعة عاد يمكن ليك تقليهم هكاك تيجيو غزالين وتيجيو زوينين. هاد الطريقة البنات اللي درت يعني الخدمة الصراحة يعني جات زوينة، يعني مشيت داك الشي بالترتيب ومشيت وكل حاجة اللي كتشد اليد بديت بها، والحمد لله هكا باش قدرت نكمّل الخدمة ديالي كلها في الوقت. صافي هنا صباح الصباح ايوا كيف ما كتشوفوا ها البريوات، شوفوا كي كيصبحوا البنات يعني كيصبحوا واقفين وشادين راسهم هما هادوك. صافي هنا درت المقيله ديالي فيها الزيت وموجده هنا العسل ديالي، ممكن نوجد المسائل ديالي كلها حدايا صافي وكنبدا على بركه الله. بالنسبه للزيت ما تكونش سخونه بزاف، يعني ماشي نخليو داك الزيت تولي حاميه بزاف، وفي نفس الوقت ما نديروش داك الزيت اللي هي بارده، لانه الا درناه في زيت بارده غادي ياخذوا لينا الوقت في الطياب وما غاديش يجيونا دوك البريوات كيف ما حنا بغيناهم يجيو مقرمشين وصافي. هنا بالنسبه للقليان ديال البريوات ديما كنقولها لكم البنات ماشي هو قليان ديال الشباكيه، بريوه كتبغي تكون كثيره في المقله لان وحده كتغطي على وحده. وهكا حتى الا كنتي شي وحده زقلتيها ولا ما سديتيهاش مزيان بحال كنقولوا اختها كتغطي عليها وما غتخليهاش تحليك. وهكا كطيبي الكميه كلها، واذا كانت عندك كميه كثيره بطبيعه الحال غتنقصي، يعني كديري القياس ديالك اللي في ديك المقله. انا هنا درت الكميه تقريبا كامله عندي هنا في المقله صافي، وكنحاول هكا نوزعها بهاد القطيف هذا وكنخليها غير كتشد راسها. من بعد كنحركها. هاد العمليه هذه البنات والله الا صدقوني راه كتجيب لكم بريوه ديالكم طيبه كامله. وبالنسبه لذاك اللون الموحد اللي كيجي في بريوه راه هو ملي كتبدا تشد راسها وكتبداي انت بهاد العمليه هذه هي كطيب وانت هكا كتحركي هكا كلها كتجي محمره وزوينه وما تجيكش جهه. كاينه واحد البريوه كتشوفها كتلقايها جهه من هنا محمره وجهه لا. شوفوا هنا الشباكيه البنات راه باقي ما بديتهاش في القلي، والبانيو اللي كتشوفوا من التحت راه هو اللي فيه سلو. يعني حتى قليت هذه هي الاولى، عاد دزت باش قديت الشباكيه ديالي حتى هي قليتها، ومن بعد قديت السوف ديالي في يعني صيبته للسيده وهكا وانا غاده. ايوا صافي هنا من بعد ما دوك البريوات كياخذوا داك اللوين، شوفوا كي كيجيو ياخذوا واحد اللوين كيجيو غزالين، واحد اللوين اللي كيكون زويون ماشي نخليهم حتى يحمروا في الزيت لانه باقيين غادي ياخذوا اللون ديال العسل. بديت البريوات هما الاولين. علاش البنات؟ لان البريوات كيبغيو يبقاو مده طويله في العسل،
أنا إلا قليتهم بالليل راه كنبيتهم في الليل كامل في العسل. وهنا ما عنديش الوقت، يعني قليتهم هما الاولين في الصباح وخليتهم النهار كامل في العسل، يعني كانوا هما اخر حاجه غنحيدها وغنعبر، يعني ضلوا النهار كامل هنايا فهاد البانيو هذا، وزدت عليهم العسل وغطيته وخليتهم يعني النهار كله ضلوا كيتعسلوا هكا. تيجيكم دوك بريوات ديالكم كاملين معسلين، وحتى ديك الحشوه من الداخل غادي تجيكم، يعني غادي تجيكم زوينه، ما غاديش ديك الحشوه اللي هي ناشفه. هنا كنضيف عليهم العسل، يعني في الاول درت غير شويه العسل حتى حطيت بريوه ديالي كامله، ومن بعد كنخوي على العسل. بالنسبه للعسل ديالي البنات انا الصراحه راه ما كنسخنش العسل لا في الشباكيه ولا في بريوه، راه يعني كندير العسل اللي هو بارد. والعسل ديالي كيف ما كتشوفوه تيكون ما شاء الله ثقيل، يعني كيجي واحد العسل اللي هو غزال. الا بغيتو غنحط لكم غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف، اللي بغات تشوف طريقه العسل ديالي كيفاش كنديرها دخل شوفوا في لا فيديو، كيجي زوين بزاف. صافي هكا غادي نخليهم، غادي نغطيهم كيف ما قلت لكم وغنخليهم هما حتى الليل. هنا كيف ما كتشوفوا البنات هادي راه العشيه، صافي كملت القليان ديال البريوه ودزت حتى نصبت الغدا ديالي وقديت لوليداتي شغلهم. وهذا يعني راه الانسان ما غتقابليش غير لا كوموند، يعني راه يدك هنا ويدك هنا، يعني حتى كملت الشغل ديالي اللي عندي. وديك الساعه عاد دزت باش قليت الشباكيه. من بعد ما قليت الشباكيه صافي وقديتها، صافي عاد دزت كنعبر للسيده هكا الشغل ديالها. صافي قديت بريوات الشباكيه. نتوما كيف ما قلت لكم الشباكيه راه كانت هي اخر حاجه طيبتها، هي باقا هنا كاع ما عبرتها. وصافي وتيكون هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. صراحه جا زوين يعني، والحمد لله. يعني حتى السيده اللي دات لا كوموند ديالها فرحات بها بزاف. وهذا هو شي، ولو هاد التعب كامل ولو هاد الشيء كله، يعني ملي كتعطي السيده السلعه ديالها وكتقول لك شكرا وكتعجبها وكتشكرك عليها، كيكون هذاك احسن حاجه واحسن كادو ليك واحسن خلاص لك، لان الحمد لله كتشوفي داك التعب ديالك كله ما مشاش هكاك. ايوا الحمد لله على كل حال. هذه هي لا كوموند ديالي. هذه كان فيها السفوف كيف ما شفتوا البنات، كان فيها هنا عندي 2 كيلو ديال السفوف، وكانت عندي فيها كيلو ديال البريوه، وعندي فيها 2 كيلو ديال الشباكيه. وواحد السيده اخرى بغات حتى هي كيلو ونص ديال الشباكيه. والحمد لله قدرت انني نوفر الوقت وقديت شغلي وقديت كل شيء. هنا كيف ما كتشوفوا كنفرق ديك الشباكيه ببلاستيكات هكا، باش حتى السيده ملي تبغي الشباكيه ديالها ما تلقاش داك العسل كله نزل لتحت، هكا كتبقى كل وحده محافظه على العسل ديالها. وجاوا البنات شي حاجه اللي زوينه، الشباكيه جات غزاله، ملي جات كديريها في الفم كدوب. بالنسبه للفيديو ديال الشباكيه كنظن ما كنتش وريتها معكم. هنا غادي نقسم لكم، يعني تفكرتها وقلت ضروري خصني نوريكم لا الشباكيه كيف جات ولا بريوات كيفاش كيجيو من الداخل. الشباكيه البنات راه جات كتحطيها في فمك تذوب، يعني جات واحد البنه فيها خطيره خطيره بزاف، وجات كلها تبارك الله مجحبه وشاربه العسل. ني جات زوينه بزاف وبريوه حتى هي هكاك، يعني من الداخل كنعرفوا بريواني كتبغي ملي تاكليها تلقيها من الداخل معسله، يعني ماشي تلقاي ديك الورقه بيضاء من الداخل وديك الحشوه ناشفه. الحمد لله يعني كتجي كلها طيبه وكتجي لون واحد، وديك الحشوه من الداخل كتلقيها هكاك معسله وزوينه. وصافي هادشي اللي كاين. كنبغي نشكركم بزاف، كنشكركم حتى على التعاليق اللي خليتو ليا في الفيديوهات اللي سابقين. الله يخليكم بزاف، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. عواشركم مبروكه.